مساء الخير ومساء النور. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. مرحبا بكم من جديد على القناة مع فيديو جديد ومع اقتراح لي جديد، وأكيد غادي يعجبكم. كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم تحلية 3 ديال الطبقات و3 ديال النكهات اللي مختلفين، سريعة في التحضير ديالها، والأهم أنها غادي تعجبكم ومنعشة. إلا كنتم مهتمين وعجبكم الاقتراح تبعوا الفيديو حتى الآخر. نبداو بسم الله على بركة الله بأول طبقة اللي غادي تكون ساهلة ماهلة. غادي نحتاج فيها فقط الفلون، يعني غادي تكون الطبقة الأولى عبارة على فلون بالنكهة ديال الموز أو النكهة ديال البنان. يمكن لكم تستعملوا النكهة ديال الفاني أو لا النكهة ديال المونغ أو لا ديال الأناناس. المهم كيبقى لكم الاختيار على حسب النكهات اللي كتفضلوها. خديت هنايا واحد نص لتر ديال الحليب اللي كناخد منه واحد الكميه اللي قليله، كنحطها في الكاسرونه، كنفرغ عليه هذاك الفلون غير باش كنحرك الفلون مع ديك الكميه اللي قليله ديال الحليب باش كيذوبوا لينا جميع الحبيبات ديال الفلون في هذاك الحليب. الا ضفت الكميه ديال الحليب كبيره الفلو قليل كيبدا كيتكور، وفي التالي ما كيذوبش لكم كامل الفلون، ما كيجيش عاقد يعني متماسك مزيان. من الأحسن ديروا هاد المرحلة هادي غير باش كضمنوا الطبقة ديال الفلون ديالكم كتجي يعني كتجي متماسكة مزيان. من بعد ما كيذوب كنضيف الكمية الأخرى اللي بقات عندي ديال الحليب، في المجموع راه نص لتر يعني ما ضفت حتى شي حاجة. من بعد السكر ضفت 2 ديال المعالق كبار، والسكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم بطبيعة الحال، واش كتبغيو الحلاوة زايدة ولا ناقصة. صافي كنبدا نخلط المكونات على هاد الشكل، كنحطو فوق النار حتى كيوصل للمرحلة ديال الغليان. من بعد ما كيغلي كنحيدو فوق النار، وكنبدا كنقسم هذاك الكميه ديال الفلون اللي عندي على الكؤوس اللي غنقدم فيها التحليه. ما كنعمرهمش كاملين وما كنوصلش النصف، المهم تقريبا كتفوتوا الربع ديال الكاس غير بشويه. المهم على حسب الكؤوس اللي عندكم. ومن بعد كندخلو مباشره للمجمد، ماشي للثلاجه، باش كيبرد لكم بسرعه حتى كيتماسك لكم الفلون ديالكم اولا الطبقه الاولى ديالكم كتماسك مزيان. عاد كندوز باش كنبدا التحضير ديال الطبقه الثانيه. بالنسبة للطبقة الثانية غادي تكون بالنكهة ديال البرتقال، الطبقة اللي كتكون متماسكة أكثر وكتعطي واحد الانتعاش لهاد التحلية صراحة أكثر من رائع. غادي نحتاج فيها نصف لتر ديال العصير ديال البرتقال اللي غنضيف عليه 2 ديال المعالق كبار ديال النشا اللي كيكونوا عامرين، 3 ديال المعالق كبار ديال السكر. يمكن لكم تضيفوا أكثر من هاد الكمية على حسب البرتقال، راكم عارفين ملي كنحطوه فوق النار كيزيد كيحماض في المذاق ديالو، فمن الأحسن إلا كنتو كتفضلوا الحلاوة تضيفوا أكثر من هاد الكمية هادي. من بعد غادي نضيف عليهم كيس ديال الفلون بنكهة ديال الفاني. كيف ما يمكن لكم تستغناو عليه وتعوضوه ب2 ديال الأكياس ديال السكر بنكهة ديال الفاني أولا غير بالنكهة ديال الفاني. نضيف المكونات، كنبدا بالنشا هو الأول والفلون، نخلطهم على البارد حتى كيذوبوا مزيان. عاد من بعد كنضيف السكر، كنحطهم على نار اللي كتكون متوسطة مع التحريك المستمر. ما كنحيدش يدي من التحريك باش ما كيلصقش لكم الخليط ديالكم في القاع ديال الكاسرونه، حتى كنتحصل على واحد الكريمه ديال البرتقال اللي كتكون عاقده وكيبدا بحال كيغلي الخليط ديالكم وكيشكل لكم واحد الفقاعات من الجناب. عاد كنزولو من فوق النار. كيف سبق ليا وضحت لكم في الاول، ضروري كتخليوه حتى كتبرد لكم وكتماسك لكم الطبقه الاولى، عاد كدوزو باش كتحضروا هاد الكريمه اولا الطبقه الثانيه ديال البرتقال. هنا من بعد ما عقاد الخليط كيف ما واضح عندكم، قلبته هنا في واحد الغراف باش كيسهل عليا انني نوزع الكميه ديال الطبقه الثانيه اولا ديال الكريمه ديال البرتقال بسهوله في الكؤوس. وضروري ما كندير واحد المعلقه اللي كنفرغ عليها مباشره، عاد يعني عاد كيتفرغ هذاك السائل فوق من الطبقة الثانية هكذا باش ما كيتحفرش لكم هذاك الفلون. كنبقى على نفس الطريقة حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة. من بعد كنعاود ندخلهم مرة تانية للمجمد. بالنسبة لي انا دخلتهم للمجمد حيت كنت بغيتهم يوجدوا بسرعة، اما نتوما الا كنتو غتوجدوهم على اتساع على الوقيته اللي غادي تبغيوهم فيها فغادي تحطوهم فقط في الثلاجة. كيف قلت لكم غادي نردهم حتى كتبرد تاني الطبقة الثانية وكتماسك مزيان. عاد كندوز باش كنحط عليها اخر طبقة. بالنسبة للطبقة الأخيرة حتى هي غادي تكون ساهلة ماهلة. غادي نحتاج فيها فقط حبات ديال الفريز تقريبا القياس ديال 200 غرام حتى ل 250 غرام، اللي غادي نقطعهم قطع أولا مربعات كيف ما واضح عندكم، كيكون الحجم ديالهم صغير بزاف.
من بعد ما كنكمل الكميه اللي عندي كامله كنقطعها قطع كيف قلت لكم اللي كيكونوا صغار بزاف، كنضيف عليها القياس ديال 3 ديال المعالق كبار ديال السكر حبيبات، وكنبدا كنخلط المكونات حتى كيذوبوا لينا هذوك الحبيبات ديال السكر، وكيبدا كيتشكل عندكم بحال السيرو، واحد السائل كيكون بحال السيرو بالنكهه ديال الفريز. من بعد غادي نحط هذيك الطبقه كما هي، يعني هذاك السيرو وهذاك الفريز اولا الفريز بالسكر هي اللي غادي تكون عباره على طبقه اخيره، ما غنضيف عليها حتى شي حاجه. بغيتو الطبقه الاخيره تكون حتى هي كريميه، يا اما غادي طحنوا هذا الفريز وغادي تضيفوا عليه القياس ديال 2 ديال المعالق كبار ديال النشا مع هاد 3 ديال المعالق كبار ديال السكر، غتحطوهم فوق النار حتى كيبدا يعقد لكم الخليط ديالكم، اولا كتكتفيو به قطع كيف ما هكذا، وكتضيفوا عليه 2 ديال المعالق ديال النشا مع 4 كاس ديال العصير ديال البرتقال اولا 4 كاس ديال الماء، كتحطوهم كذلك فوق النار حتى كيبدا كيعقد الخليط ديالكم، وكتحطوه كطبقه اخيره. بالنسبه لي انا صراحه كنفضل انها تكون على هذا الشكل هذا، كيف ما شفتوا راه الطبقه ديال الفلو كتجي متماسكه، وكذلك ديال البرتقال كتجي كريميه. الا جات حتى هاد الطبقه هذه كريميه صراحه دغيا غطلع لكم هاد التحليه في الراس. من الاحسن ديروا هاد الطريقه، واكيد انا متاكده غادي تعجبكم صراحه، تحليه اللي منعشه. وهنا راه كنوريكم الشكل ديال هذاك السائل اللي كيتكون عندكم، داك السكر غير كيذوب مع ديك الحموضه ديال الفريز كيولي بحال السيرو. كنخلي هذيك الطبقة الثانية ديال البرتقال حتى كتبرد وكتماسك مزيان على خاطرها، عاد كنضيف عليها الطبقة الأخيرة ديال الفريز، حيت مباشرة غادي نقدموها، ما غاديش نعاود نردها كتبرد صافي، اولا كتخليوها كتبرد حتى الوقيته اللي كتبغيوها، كتزينوها وكلشي وكتخليوها حتى الوقيته اللي غادي نقدموها فيها. المهم كنحاول كنعمر هذيك البلاصه اللي بقات ليا خاويه ديال الكيسان من الفوق، وكنحاول نوزع الكميه ديال الفريز بالتساوي على الكؤوس. واخر حاجه هي التزيين اللي كيبقى على حسب الذوق ديالكم، انا مره اخرى قلتها لكم، كيبقى على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الاختيار وعلى حسب كذلك المتوفر عندكم. بالنسبه لي انا كان متوفر عندي البرتقال وكذلك الفريز، فاختاريت نزين بهم بما انهم هما نيت باش خدمت. خديت حبه ديال الفريز مثلا، قسمتها على 4، كل طريف حطيته في واحد الكاس، وكذلك قطعت البرتقال على شكل ديال شرائح، وكل دواره قسمتها على نصف، وكل نصف قسمته ثاني على نصف حتى عطاني يعني عطاني مثلثات على هذا الشكل هذا. صافي كنحط شويه من الفريز على جنب وشويه من قطع ديال البرتقال على جنب، كيف ما واضح عندكم تزيين ولا اسهل بسيط جدا، والتحليه كتجي اكثر من رائعه في الشكل ديالها وفي المذاق ديالها، بالاخص في هذه الوقيته ديال رمضان. صراحة أحسن حاجة يمكن لكم توجدوها سواء في الفطور أو حتى في السحور، منعشة لذيذة بزاف، مزيج لأكثر من رائع بين النكهات. نتمنى تجربوها وأكيد غادي تعجبكم إن شاء الله. هنا من بعد ما كملت التزيين هذا هو الشكل الأخير، والطبقات كيف كيجيو مقادين، والمذاق ما نحتاجوش نهضروا عليه، كيف سبق لي وضحت لكم في بداية الفيديو في الفيديو كامل. تحلية لأكثر من رائعة، منعشة، مزيج بين النكهات لأكثر من رائع. صراحة أكثر حاجة غادي تجربوها وغادي تعجبكم هي هاد التحلية هذه، بالاخص كيف سبق لي وضحت في هذه الوقيته ديال رمضان كنبغيو بحال هاد التحليات اللي كيكونوا باردين، فغادي تعتمدوها ان شاء الله الا جربتوها وغتولي معتمده عندكم على طول العام ماشي غير في رمضان. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كيف كتشوفوا كتجي راقيه شكلا ومذاقا، اللوينات صراحه كيفتحوا الشهيه. نتمنى تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات. ودابا وصلنا لنهاية الفيديو، نخليكم على خير ونضرب لكم موعد جديد إن شاء الله بإذن الله مع فيديو جديد ومع اقتراح جديد.